يا عم في الاخر هعمل لي حته حمله كده اهوت وهصرف عليها فلوس كتيره وهفرقع الدنيا والدنيا هتبقى مكسره وزي الفل يا عم. يعني ما تصعبش عليا الموضوع كده. هو الماركتينج معقولة بس فلوس ودعاية وحملة كبيرة أو حاجة هتطرقع وتعمل صوت ودوشة كبيرة قوي؟ هو ممكن بس دي مش كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد مجدي في ماركتينج بالشعبي. اتكلمنا في سلسلة جديدة بشوية فيديوهات قبل كده على البوزيشننج او بالعربي التموضع، وكلمت فيها ايه اهميته والبوزيشننج قبل ما نتكلم فيه كخطه واستراتيجيه هو احنا ايه المفروض نعمله في الاول. وكلمنا زمان في حاجات تانية فيديوهات ان في اي خطه تسويقيه لازم اعرف ايه التحليل بتاعي، ايه الماركت اللي موجود، انا ايه الحاجات نقاط الضعف والقوه اللي عندي، وايه الاهداف اللي عايز اوصل لها. بعد كده ابدا اتكلم على شريحه العميل بتاعي اللي انا عايز اختارها، وكلمنا فيها فيديوهات قبل كده كتيره جدا. بعد ما اخترت الشريحه بتاعتي هوصل لهم باني منتج، وصلت لهم باني منتج، بقيت عرفت المنتج اللي هتوصل بيه مع الشريحه، بس هتوصل له ازاي؟ باستخدام ماركتنج كامبينز صح. بس قبل دي في خطوه مهمه جدا جدا جدا، هو ان انا اعرف ازاي هحط البرودكت بتاعي في دماغ العميل. هو لما عايزه يفتكرني ازاي؟ دي حته البوزيشننج. وكلمنا في فيديو اللي فات على شويه افكار وكيسز من حالات واقعيه حصلت، منهم واحده كانت اتعملت على فكره بريل استرجل واشرب بريل، والتاني كان بيتكلم على مارلبورو اول ما اتعمل كان بيتارجت او بيستهدف فئه الستات، وازاي ده اتغير تماما لناحيه الرجاله. الاثنين بيتكلموا في كماركتنج كيسز عالميه ومحليه على حته الماسكولينيتي، حته الرجوله والقوه واظهار الرجوله كجزء من الحمله الدعائيه بتاعه الكامبين اللي هتساعدهم ان هم يبوزيشن البرودكت بتاعهم. حلو. النهارده هنتكلم في حاجات جديده، بس قبل ما نتكلم في حالات جديده ونقول لكم من المثال المصري والمثال الاجنبي والتفاصيل دي، عايز ارجع تاني ااكد لبعض المشاكل والاخطاء اللي بتحصل في التسويق. التسويق يا جماعه تاني هو مش ان انا عندي فكره النهارده وان انا ازاي هوصل الفكره بحمله دعائيه حلوه، لا، ازاي انا اقدر اوصل الفكره اللي انا عايزها. دي سهلة قوي، دي بأفكار كتيرة جدا ممكن توصلها. أنا عايز إزاي أوصل الفكرة دي في دماغ العميل بتاعي بعد بشكل مستمر. بعد ما تخلص الحملة كلها أنا عايز يبقى فاكرني إزاي، وعايز يبقى فاكرني إزاي دي مش الحملة، الشريحة بتاعتي إيه، أنا بوصل لها إزاي، ولما بوصل لها عايزه يفتكرني إزاي كخبرة، عايزه يفتكرني إزاي. دي هي حتة البوزيشننج، ودي مهمه جدا جدا لان من اكبر الاخطاء اللي بنشوفها مع بعض الماركتيرز اللي لسه متخرجين. وانا شخصيا اول ما اشتغلت ماركتينج كان بعد فتره من السيلز، من اول الاخطاء اللي عملتها كنت بعمل حمله دعائيه. فمديري قال لي ساعتها انت ماسك المنتج دوت، يلا اعمل الحمله بتاعتك واشتغل مع شركات الدعايه والاعلان. كنت فرحان جدا، كنت مبسوط جدا ان هعمل حاجه بقى بتاعتي واحط الافكار بتاعتي وكده. المهم فجات لي شركه عملت لي بروبوزل، يعني الخطه اللي هنشتغل بيها في الماركتنج، الحمله الاعلانيه، وكنت موهوم بيها قوي. طبعا انا بتكلم في مجال الادويه عشان بس بوضح الحته دي للناس اللي بتتفرج عليا. والحاجات الحالات اللي هشرحها هنا هشرح ادويه وبره الادويه عشان يبقى ايه الناس قادره تاخد الحاجه دي وتريليت تشوفها هل ده واقعيه ولا لا بالحاجات اللي بيشوفوها. المهم ارجع للقصه بتاعتي. فاول ما جيت اعمل الحمله بتاعتي عملت مع شركه من الشركات المشهوره جدا، وعملنا اللي بيسموها البريف، وهم بعتوا لي بروبوزل، يعني اللي يقول لي ايه اللي انت عايز توصل له من الهدف الحمله الدعائيه بتاعتك، وعايز توصل للدكاتره ازاي، توصل لهم ازاي، ايه الفكره اللي عايز توصل لها، يلا اتكلمنا في حاجات كتيره، افكار كتيره جدا. جم لي بعدها باسبوعين ثلاثه وعملوا لي كده فكره. اول ما شفتها انا انبهرت جدا. كنت شايف المنتج بتاعي في شكل مش عارف، كانه داخل كده في نفق كده هوت، وفي لايتس من بعيده قوي قوي شايفها. كنت مبهور قوي ومبسوط قوي وحاسس ان انا اخترعت الذره. رحت لمديري فبقول له ايه رايك في الفكره دي، وانا تعبت وعملتها وحاجه جامده جدا جدا. فبص قال لي بص انا مش عايز احبطك بس يعني طب ما تفكر تاني، طيب ما تشوف افكار تانية، طب ما تسال زمايلك، طيب يعني انت مبهور الحمله شكلها ازاي، بس انت عايز توصل ايه من الحمله دي؟
قلت له انا عايز اوصل للمنتج بتاعي يقدر يعمل 1 2 3 4 وانا جامد جدا وانا ما حصلتش. لا، ما توقفش الافكار بتاعتي المطرقعه، ما توقفش حاجتي المجنونه، انا عايز اعمل حاجات حلوه. فقال لي ايوه بس يعني ما كل ده مش مختلفين عنه، بس احنا عايز اتاكد ان انت الفكره اللي عايز توصل لها في دماغ العميل وصلت. طيب ما تاخد شويه افكار تانية، طب ما تخليهم يتعبوا على الفكره شويه اكتر، ما تخليهم يعملوا شويه افكار تانية. كنت قاعد بقى زعلان جدا وكنت قافش جدا، ومديري اخدني ساعتها عشان يهديني. طب قال لي تعالى نخرج انا وانت بس وايه ونشرب لنا قهوه كده بره وروق وهدي اعصابك. المهم بعد ما دخلت في فكره وتحديت نفسي قلت طب ما ماشي يعني دوس على نفسك، بس انا برضه هختار الفكره اللي انا اخترتها، انا بدماغي عنيده واختار الحاجه اللي انا بحبها. فرحت فعلا اي بريفت الايجنسي دي تاني وايجنسي تانية على افكار كتيره وحاجات كتيره ومش عارف ايه. بعد كده اتعلمت بعدها بفتره، بعد ما قعدت حوالي شهر في الرايح وجاي مع الشركات دي، ان هو لا، انت كنت مبهور بالاعلانات، بالحمله الدعائيه اللي هتوصل فيها للدكاتره، بالبروشور شكله ايه، بس الشكل والديزاين ده مش هو اللي هيوصل لك الفكره ان انت كنت عايز العملاء بتوعك يفتكروها في الدواء، في المنتج بتاعك. ودي من اكبر اخطاء الماركتينج لما يجي يعمل حمله دعائيه للحاجه بتاعته. يعني خليني اديك مثال تاني، عشان انا طبعا مش هقدر اقول لك بالظبط ايه اللي حصل بالتفاصيل بتاعه عشان سريه الحاجات اللي بشتغل عليها. من حوالي 12 13 سنه كده كنت ماسك منتج تاني برضه في قصه تانيه حصلت معايا. والمنتج دوت هو المريض بيقعد عليه فتره من الفترات وكان المنتج مرمي في الدرج في الشركه بتاعتنا. يعني قالوا لي ايه، بص المنتج ده لقيناه عندنا بقاله فتره كبيره متسجل، عايزينك تعمل له حمله دعائيه كبيره وتشغله لنا، وده سعره حلو وبتاع وعايزين نشتغل بيه. فطبعا ايه قلت طيب يعني اول حاجه افهم هو بيعمل ايه. فقعدت اقرا عنه كده اهوت وشفت شويه ماتيريالز عنده، بيعمل ايه الحاجات الحلوه الحاجات الوحشه، بيشتغل في ايه، الماده الفعاله بتاعته بتشتغل ازاي. بدات اطلع شويه ابحاث علميه موجوده عنه عن مش المنتج، الماده الفعاله بتاعته، وقعدت اقرا فلقيت ان هو بيعمل حاجات كتيره جدا جدا جدا. حلو. فجاي خدني بقى الحماس كده وايه، واللي انا هعمل حاجه جديده يلا هتعمل لونش. طبعا لاي حد ماركتير او اي حد بيعمل انطلاق لمنتج جديد بيبقى مبسوط قوي، لان يعني في حياتك كلها انت مش تعمل لونشز غير 1 2 أو 3، وفي ناس بتقعد حياتها كلها كماركتير ما بتكونش عملت لونش. المهم فقعدت ايه، قلت جبت شركه دعايه واعلان برضو وبشتغل معاهم، وقلت لهم بصوا انا عندي المنتج ده بيعمل 1 2 3 4 5 6، اعمل لي الفكره بقى، عايزك تعمل لي حاجات كتيره قوي 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 وتفكر توصل لها كده. فالراجل ايه قال لي طيب كان في شركه الدعايه والاعلان ده كان واحد شاطر جدا جدا، فقال لي بس يعني حاول تفكر في ايه اكتر حاجه مختلفه في المنتج بتاعك. فقلت له ايوه انا بعمل حاجات كتيره جدا وبتاع، ما انا لا انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ولازم تعمل في الحمله بتاعتي تحط الافكار الكتيره دي والمعقده دي وتوصلها بشكل مختلف. فقال لي ما يعني ممكن اعمل لك ده، بس انا عايزك وانت بتوصل الفكره يفتكروك العملاء بحاجه واحده قويه جدا جدا انت مختلف فيها عن الايه، المنافسين، عن المنافسين. فقعدت افكر كده شويه فقلت طيب يعني بص انا شايف 1 2 3 4. فالولد اللي كان بيشتغل معايا ده من الشركه كان اسمه عبد الرحمن، فقال لي بص يا مجدي قبل ما تتجنن وتروح لكده، انا بس اذنك روح اتكلم مع بعض الدكاتره واسالهم، قول لهم اعرض عليهم الحاجات بتاعه المنتج بتاعك دي، وقول لهم والله دي الحاجات كتير قوي بعملها، انت شايف في الحته اللي انا عايز اشتغل فيها في الشريحه بتاعتي في المرض بتاعي في الحته اللي انا بقول انا هنافس فيها، ايه اكتر حاجه فيها مشكله عندك انت مع المريض بتاعك، وشايف ايه اكتر حاجه انا متميز فيها. قبل ما اكمل هنا عشان في ناس اللي مش من مجال الادويه يفتكروا ان هو الادويه يا جماعه ما فيهوش اختراع، ده انت في الاخر عندك منتج بتتكلم فيها، الدكتور بيتكلم بشكل علمي، طبعا ده اساسي. احنا هنا الادويه عليها رقابه قويه جدا جدا من منظمه الصحه العالميه والمنظمات الداخليه جوه اي بلد، فدي حاجه واضحه وكلير واساسيه. احنا بنتكلم في الحاجات اللي انت متوافق عليك فيها وعندك ابحاث علميه فيها، بيبقى الدواء ده عنده اكتر من حاجه يقدر يعملها واكتر من فايده للمريض. فايه اكتر حاجه انت المفروض تبيعها في الفكره بتاعتك، وفكره حقيقيه تكون موجوده في ابحاثك، احنا مش بنتكلم ان انت بتضلل المريض.
فالمهم فانا تابعت النصيحه بتاعته، نزلت كلمت مع الدكاتره بتوعي، فقلت لهم والله رحت لكذا حد من الناس الكبيره اللي دماغها حلوه، فقلت له يا دكتور والله انا عندي الدواء بتاعي بيعمل 1 2 3 4، فقول لي ايه اكتر حاجه مختلفه في البرودكت او المنتج بتاعي ده تساعدك فيها. فقال لي والله ممكن المنتج بتاعك يكون بيعمل 1 2 3 4. فبقيت اسمع كلام صاحبي، قال لي لا اساله اكتر مشكله هو بيعاني منها، اكتر حاجه هو بيعاني منها والمنافسين بيعملوا ايه، ولو انت عندك دي هتفرق معاه. ده بيسموها competitive advantage strategy، يعني الحاجه اللي هتخليك انت تنافسي عن اي حد تاني من المنافسين بتوعك. ودي واحده من الحاجات المهمه جدا 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 في البوزيشننج، وانت بتعمل فكره البوزيشننج بتاعك انك تكون مختلف عن المنافسين بتوعك. فبدات اساله كده، فقال لي بص اكبر مشكله عندي هي ان المرض ده من الاعراض بتاعته والمشاكل بتاعته مع المريض ان هي بيبقى فيه تضخم في الحته دي، فلو عرفت تصغرها جدا وتعمل لها شرينكينج، تصغر المشكله دي، يبقى انت نجحت نجاح كبير قوي. فانا طبعا يعني اول حاجه ده سمعت كذا دكتور بيقول لي نفس الفكره دي، فرجعت قلت اتاكد من المعلومه، هل انا الدواء بتاعي بيعمل الحاجه دي؟ فدخلت في الابحاث الحاجات، شفت ان هو متميز جدا جدا فيها. بدات اسال بعض الدكاتره تاني، هو انا لو بعمل دي حاجه هتبقى مختلفه عن الناس الموجودين؟ قال لي طبعا دي هتبقى حاجه جامده جدا. يبقى انا كده ايه، عرفت الشريحه بتوعي، عرفت انا ايه اكتر حاجه مختلفه عن المنتج بتاعي عن المنافسين. دي بيسموها سنجل مايندد بروبوزيشن او يونيك فاليو بروبوزيشن، الحاجه المختلفه اللي انت الوحيد والاوحد اللي بتنافس فيها عن اي حد تاني. جميل، انا عرفتها. نيجي بقى ازاي الفكره دي هتوصلها. يبقى الحمله الدعائيه اللي هتوصلها للدكاتره عن طريق الشركات او الدعايه او المنتج بتاعك هتوصل له ازاي. هنا بقى قبل ما اروح للحمله انا قلت ايه، انا حته ان انا عايز اصغر حجم المشكله، اصغر حجم الاعراض اللي بتيجي للمريض ده. عشان اصغر حجمها دي في افكار كتيره، ممكن حد يجيب شاكوش كبير وبيضرب بيها المرض دوت، ممكن حد يجيب ان حاجه صغرتها ومبسوط بيها، افكار كتيره جدا. شركات الدعايه والاعلان ممكن تعمل لك افكار كتيره قوي. المهم الافكار دي تكون في الحته اللي انت عايز توصل لها، اللي هي فكره انك تصغر حجم العرض الموجود ده بشكل قوي جدا وواضح. ومن هنا بدأنا نعمل افكار. فواحده من الافكار اللي عملناها ساعتها فكره توم وجيري. توم وجيري طبعا كلنا اتفرجنا عليها في الطفوله، وبعض الناس لحد النهارده بتتفرج عليها. فان انتوا عارفين طبعا لما يجي توم يجري ورا جيري ايه اللي بيحصل؟ بيستخبى في حته. بيستخبى فين؟ في الجحر بتاعه الصغير قوي. فجبنا فكره فيل كبير قوي قوي، فعمال يمشي ويتحرك، والقطره دي جت عليه صغرته جدا، دخل جوه الجحر. منتهى البساطه دي، وعملناها بشكل كوميدي جدا. وبعد كده طبعا اتكلمنا على الابحاث العلميه والداتا بتاعته، اتكلمنا على كل الحاجات الموجوده فيها اللي بتاكد فكره ان هو بيصغر الحجم بشكل كبير قوي. مع ان الفكره مضحكه قوي، طبعا ممكن الناس تقول دي فكره انك تعمل حاجه مضحكه، دي غلط، دي صح، اراء مختلفه، الماركتنج ما فيهوش مشكله. بس عايز اقول ساعتها ان في الحمله الدعائيه بتاع المنتج دوت احنا ما كانش معانا ماركتنج بادجت كبيره ان احنا نصرف كتير قوي على المنتج ده، ما كانش معانا فلوس كتيره، وكان منتج يعني زي ما اقول لك هو كان في الدرج، عايزين نعمل له حمله صغيره على الهادي. فلما جينا عملنا الحمله دي جبنا دكاتره ساعتها في مكان في ايفنت، اتكلمنا على المنتج دوت بعد ما وريناهم شويه ايميلات وفيديوهات بتتكلم على الفيل اللي بيصغر ده. فبعد ما خلصنا الحمله وشرحنا على الدواء وكلمنا عنه، قلنا لهم ساعتها ايه، لو بتفتكر المنتج ده في كلمه واحده في حركه واحده ايه هي الحاجه دي؟ فعملوا بايديهم كده. ده بالنسبه لي كان نجاح كبير قوي كبدايه، ان انت الفكره اللي عايز توصل لها كبوزيشننج في دماغ العميل بتاعك وصلت لها بشكل واضح وبسيط. في افكار كتيره جدا ممكن تعملها عشان تنفذها، ودي المسج الثانيه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها النهارده. يبقى رقم واحد، انا اخترت الشريحه بتاعتي كويس جدا وعرفتها هوصل للعميل ازاي. ما تنطش على الحمله الدعائيه على طول، فكر ايه اكتر حاجه مختلف عندك وعن المنافسين هتقدر تنافس فيها. ولما تبقى عندك الفكره دي بشكل قوي وواضح وصريح، اعملها بقى في حمله اعلانيه زي ما انت عايز، بس لازم الفكره تبقى عندك. هتشتغل مع اي شركه دعايه واعلان، لو انت قلت له انا عندي 1 2 3 4 10 هيجيب لك بنفس الفكره. بيسموها قاعده جدا جدا جاربج ان جاربج اوت. هتقول معلومات كتيره جدا هتجي لك حاجات كتيره جدا، هتقول حاجه سهله وواضحه جربتها عملت لها اختبار وسالت العملاء بتوعك واتاكدت ان هي قويه جدا، هيجي لك نتيجه بنفس الشكل دوت. فدي مهمه جدا جدا كقاعده كبيره قوي، انك ازاي تبقى مختلف عن المنافسين بتوعك بفكره واضحه
وصريحه، بعد كده تحطها في حملات اعلانيه زي ما انت عايز. الحمله الدعائيه بتاعتك الكامبينز دي تستمر عليها زي اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده. في حمله مارلبورو قعدوا حوالي سنتين بيعملوا نفس الحمله الدعائيه دي، الماركت شير بتاعهم من 31 نط ليه بدا يتقدم ل 4 5 6، بعد كده بقى رقم 1 في امريكا ورقم 1 في العالم كله بسبب حمله واضحه غيرت فيها دماغ العميل بشكل واضح ومستمر. بس وهم بيعملوا الحمله دي قالوا احنا هنخش في حته الرجوله، احنا هنتكلم في حته الكاوبوي، هنعمل مارلبورو كانتري ما فيهاش غير رجاله قويه جدا. حمله الرجوله الثانيه اللي اتكلمنا فيها استرجل واشرب بريل، كانوا بيتكلموا على حاجه طعمه شعير ممر جدا وطعمه صعب جدا غير كحولي هيخلوا الناس تشربه، وفي منافسين ليك زي فيروز وغيره وغيره عندهم اطعم حلو قوي، وموسي وباربيكان اللي عندهم حاجات تانية ساده شعير عادي طعمه مش ممرر زي طعم بريل. فعملوا حته الماسكولانيتي وخلوها حته ميزه عندك في حته الرجوله دي، واتكلموا عنها بشكل حلو قوي. طبعا ممكن ناس تعجبها الكلام دوت، ممكن ناس ما تعجبهاش، بس ما دام الحمله عجبت اغلب الكاستمرز بتوعك، اغلب العملاء بتوعك، هو ده النجاح وهو ده المطلوب جدا. في اي حمله انت بتعملها في حته البوزيشننج عشان تقيس النجاح بتاعها، تقدر ساعتها توصل لحاجه واضحه صريحه مختلف فيها عن المنافسين، بعد كده تعملها بشكل مستمر في الحملات بتاعتك. دي القصه بتاعت النهارده اللي انا كنت عايز اتكلم فيها. هتكلم معاكم في قصص تانية في التسويق. تقدر تقول لي في الكومنت بتاعتك، سواء انت بتشوفنا على اليوتيوب، على الفيس، على لينكد ان، ايه اكتر حمله دعائيه انت شفتها مختلفه، اكتر حاجه عجبتك فيها ايه الحاجه اللي كانت لازقه معاك جدا جدا وعايز تقول انا لو هعمل منتج في يوم من الايام انا هوصل له بالشكل دوت. وايه اكتر تشالنج او تحدي عندك في حته البوزيشننج، او ازاي توصل الفكره بتاعتك للعميل بتاعك يفتكرها بيك دايما حتى بعد الحمله الدعائيه بتاعتك لفترات كبيره. ايه اكبر تحديات موجوده فيها؟ ما تنساش تعملي لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه. معاكم محمد مجدي في ماركتنج بالشعبي. السلام عليكم.